تسكرني. ميرسي كتير على المشوار الحلو. نورتي. هي النظرة مش هنا؟ لا فلي، اصلا هي كتير عم بتروح وتجي، مش عم بتضل هون. طيب زي الفل. أنا مش هسيبك، هفضل جنبك النهارده. لا معلش زياد، انا بفضل انك تروح احسن هيك. مالك في ايه؟ انت متضايقة مني ليه كده؟ لا انا مش متضايقة منك زياد، بس انا حاسة انه انت لازم تكون غير شي. زياد، ما بعرف شو عم بيصير معي، بس انا حاسة انه انت منك مثل كل الناس بالنسبة لي. مش عم بعرف كيف اتصرف معك صراحة، وهيدا الشي عم بخوفني. زياد، انت بنظري غير شي. انا بنت كتير ناقصني بالحياة قصص، ناقصني حب، ناقصني امان، ناقصني حنان، ناقصني عيلة. أنا خايفة ألاقي كل هدول القصص فيك أنت. أنا خايفة أنا أتعلق فيك زياد، أصلاً مش وقتها هلا. سوري. شو عم بتفكر؟ فيكي. كل يوم بفكر فيكي، من أول يوم شفتك فيه وأنا بفكر فيكي. كل يوم ببقى عايز أبقى معاكي، وعندي إحساس إن أنا هفضل معاكي على طول. طبيعي، ما أنا قصتي ما بتتصدق. مش ممكن حدا يسمعها وما يفكر فيها أصلاً. أنا بفكر فيك أنتي، ماليش دعوة بقصتك. زياد، بليز فل. هاتي هيدي الميت هون. شوف الفرن، طلع على الفرن. مساء الخير. اهلا اشرف، ليه تاخرت؟ كان عندي شوية شغل عايز اخلصهم قبل ما اسافر مصر. امال الولاد فين؟ الولاد خلود كانت هون كل بعد الظهر، وهلا راحت تقعد مع امه لسعد وخياته. تقعد مع سعد؟ يعني مش هتتعشى معانا؟ قلت لها اني كنت عايز اتكلم معاها. بلا قلت لها، بس هي قالت انه انا ما يهمنيش اللي قالته. اتصلي بيها وخليها تيجي حالا. في ايه يا جماعه؟ بتزعل ايه يا بابا؟ اختك لين فين؟ لين تعبانه شويه هتنام. انا مش قادر افهم ايه اللي بيحصل في البيت ده. ايه؟ في ايه؟ روق اشرف، روق. قالوا ازاي يا هانم؟ وكل واحده من بناتك بتعمل اللي هي عايزاه. هلا صاروا بناتي بس؟ بطلوا بناتك؟ لا بناتك يا هانم، مش دول اللي رفضت انهم يقعدوا معايا في مصر واخدتهم لبنان علشان تربيهم انت وسي منصور اخوكي؟ ادي اخر تربيتك. واحده بتجري ورا واحد صعلوق فقير مش لاقي ياكل، والتانيه اتجننت مانيش عارف اكلمها كلمتين على بعض، وابن الكبير مغرم بأرملة واحد المفروض انه في مكان ابوه. مش دي اخر تربيتك؟ انا عايز ولادي الثلاثه يكونوا قدامي على سفره العشاء الليلادي. انت حره، اتصرفي زي ما انت عايزه. دكتور تربيتك، المفروض انهم يسمعوا كلامك.
معلش يا ماما، ما تزعليش نفسك. بيك مغير كتير، ما بعرف شو صاير له، بضل موتر معصب صريخ كل الوقت. عنده مشاكل بشغله شيء؟ لا ابدا، هو هتلاقيه بس متاثر من موت كامل. ماشي. الو. سهى، أنا ريم. يا اهلا بالست المحترمه ريم، يا اهلا بأرملة الماتر كامل رشوان. سكرانة ما هيك؟ سكرانه من لطف الحياه وجمالها. سكرانه من حظي الحلو. شو في سهى هلا؟ شو صاير؟ شو صاير؟ معك شي 5 ساعات تخبرك شو صاير؟ سهى، ليش هيك عم تعملي بحالك يا حبيبتي؟ ليش عم تقتلي حالك على البطيء؟ رح خبرك ليش. لأنه اكتشفت إني وحدة جبانة وما عم بقدر أقتل حالي على السريع. ما عم تزبط والله العظيم. جربت بس اكتشفت إني وحدة جبانة. شو عم تقولي يا مجنونة؟ خفت انوجع. تخيلي إنه مع كل أوجاعي النفسية خفت انوجع من جسمي. بس بتعرفي شو؟ حسب ما ماشية الأمور أنا شايفت لك رح استرجع أعملها قريبا وارتاح بقى من الوسخ اللي أنا فيه. اسكتي سهى، اسكتي. اوعى تحكي هيك مرة تانية، فاهمة؟ أنا عم بلقط راس الخيط وخلص كل شي رح يزبط. صدقيني كل شي رح يزبط يا حبيبتي، طولي بالك شوي. عم بكتشف العصابة وهيئتني حطيت ايدي على قصة بتخليني اكشفهم كلهم. ايوه، شو بيأثر دخلك إذا اكتشفت مين؟ إنه شو بيأثر إذا اكتشفتيهم كلهم يعني؟ شو بيغير بحياتك؟ بغير كتير. ننتقم لحالنا وللي راحوا، نبيض صفحتنا قدام كل الناس سهى. وليك اسكتي، اسكتي ولو انت من عقلك رح تقدري تبيضي لي سيتي انا. يلا شو مهضوم، انت
برأيك رح تقدري تبيضي لي سيتي؟ وشو بعمل بجسمي؟ بتبيضي لي جسمي وسيتي وقرفي أنا؟ روقي حبيبتي، هيدي فترة ولازم تنسيها. ولا؟ والشاب اللي رح انغرم فيه رح ينسيها شي؟ قولي لي زياد رح ينسيها شي؟ مين زياد؟ مين زياد؟ زياد الرحباني. يلا شو مهضومة أنا. ليه كريم، ولا أنا كتير تعبانة، ببقى بحكيك ايه؟ برافو عليك. ربي ساعدني. الو، ما بترديش ليه على التليفون بتاعك؟ خالد بحبك كتير، والله العظيم بحبك كتير. مالك يا حبيبتي في ايه؟ خالد أنا متضايقة كتير، لحالي وحيدة. انا هجيلك حالا. لا، ما تجي لهون. خالد ما بحبك تيجي لهون خاصة بهالوقت. انت عم تشوف الكل كيف عم يطلع فيك هون، خاصة سلمى. بليز ما تجي. انا عايز اشوفك حالا وهجيلك وما يهمنيش اي حد. طيب انت وصل لهم بس توصل احكيني، رح اطلع لعندك بلا ما حدا يلاحظ. حاضر، مسافة السكة واكون عندك. ماما، ماما حبيبتي معلش انا لازم اخرج دلوقتي. ظاهر لوين؟ عندي مشوار مهم. لعند ريم، مش هيك؟ وكل هالعشاء اللي انا محضرته على شرفك لتروح انت تقعد عند ريم. ميرسي خالد، ميرسي. معلش يا ماما مش عايزك تزعلي، انا بس بكلمها طول اليوم ولقيت عندها مشكله كبيره وبتعيط فلازم اروح لها. قولي انت لبابا بس ان انا رايح اجيب خلود من عزا وجاي. ماشي؟ ماشي، الله معك. يا حبيبي، يا روح قلبي، وحشتني يا حبيب قلبي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي والجمال ده والطعامه دي؟ اللهم صل على النبي. ايه؟ ما تفتكر. بس هقول لك على حاجه. هنتعشى برضه لوحدنا؟ كنا كل سنة أنا والبنات نقعد هون على هالطاولة ونحتفل بعيد ميلادك وعيد ميلاد خالد وبعيد زواجنا حتى.
نقعد نطلع بكرستك الفاضية ونتخيلك معنا. اليوم انقلبت الآية، أنا وياك قاعدين هون وحدنا عم نطلع بكراسي البنات وعم نتخيلهم معنا. ما تفكر إني عم بعاتبك، أنا ما بحب عاتب ولا مرة عاتبتك. وعم بقول لحالي إنه أنا كنت خاف يجي يوم ويكبروا البنات ويتركوني مثلك مثل خالد، صير لحالي، صيروا كل الكراسي الفاضية. بس انا دلوقتي هنا وموجود. ايه صح، بس أنا ما فيي راهن عليك. أنت اليوم معي، بكرة مش معي. انا بحاول اكون ايجابي، بس الظاهر ان الايجابيه مش نافعه في البيت ده. وهلأ كمان رح تتركني لحالي؟ ما عادليش نفس، مش عايز اتعشى. سكتة ليه؟ مش عم بقدر انسى اللي صار معي. عشان خاطر انسي بقى. انسى شو؟ يمكن اقدر انسى وجع جسمي، بس كيف معقول انسى اللي صار معي فوق؟ انت ما بتتخيل ما لما موقف تكون فيه انت عم تركض بالحرج، خيك عم يركض وراك بده يقتلك. هذا الحرج هو ذاته اللي كنت تلعب انت وخيك فيه. كنا نقطف حميضة، نعمل طيارات من ورق ونطيرها، كنا نلقط زياد زيت ذهبي نحطه بعلبة الكبريت ونطعميه سكر. يا حبيبتي انا مش فاهم انت مكبره الموضوع ليه. هما كانوا معترضين على جوازك من كام، وديكي اتجوزتيه والله يرحمه بقى توفى خلاص. ايه المشكله؟ انت منك فاهمين شي؟ طب ممكن تتكرمي عليا وتفهميني؟ خالد، أنا مغرومة فيك، مغرومة فيك كتير.